السلام عليكم. عليكم السلام. ما هو دينك؟ انت كاتب 53,000 مرة. ما انا ليا ساعة عمال عايز اخش جست. ما هو دينك؟ مسيحي. مسيحي من مصر. ما اسمك؟ كريم. اسمك كريم. ايوه. كم عمرك انت يا كريم؟ 18 يا شيخ. 18. عامل الصليب في يدك؟ اه. طيب انا اتفضل عندي اقرأ. سؤال، يعني انت بتسأل ينفع اسأل ولا ما ينفعش؟ ينفع. طيب ازاي؟ يعني في قصة مشهورة عندكم وفي شيوخ بيحكوها ان رسول الاسلام زي ما انت خليت واحد يقول قبل كده، كان معدي وشاف واحدة بتغتسل وقال ما شاء الله، فطلقها جوزها وراح اتجوزها. ازاي؟ وشافها فين اصلا بتغتسل؟ تعرف يا كريم، انت طبقت مثل مشهور عربي يقول: رمتني بدائها وانسلت. وبرضه في مثل عندك في مصر بتقولوه: العاهرة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. واحنا غيرناها شوية: النصراني يلهيك واللي فيه يجيبه فيك. ايه يا ابني؟ دي قصة داوود الموجودة في كتابك جاي ترميها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة موجودة في كتابك في سفر صموئيل بالحرف، رآها تستحم زيادة. يعني انت ما نقصتش ولا شيء. القصة يا اخواننا ان داود عليه السلام وحاشاه نسب اليه في كتاب النصارى في سفر صموئيل. لا وزيادة، داود مسكين والله. في نص اخر عجيب جدا عن داود. تمام؟ ولا يا كريم تروح شو؟ وين رحت يا كريم؟ حرقت لنا يا كريم الفيلم البو كوميدي على الاخر مع الاسف. يلا بس مش مشكله، حنذكر الموضوع. شوفوا يا اخوه، النص هنا يقول: وشاخ الملك داود، خلص كبر في السن يعني، تقدم في الايام وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ. يعني الرجل كان بيشعر بالبرد الشديد. ايه الحل؟ نولع مثلا، نشغل يعني نجيب حطب ونولع له نار عشان يدفى. طيب تدفئة؟ ما فيش تدفئة في ذلك الوقت. طيب نجيب للحافي يتغطى به. كتاب النصارى أعطى نصيحة. ما هي النصيحة؟ اقرأوا النص بأنفسكم. هذا هو النص، يقول: وشاخ الملك داود، تقدم في الأيام وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ، فقال له عبيده: ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء، فلتقف أمام الملك ولتكن له حاضنة ولتضطجع في حضنك فيدفأ سيدنا الملك. يعني ما فيش حل مثلا انك تشغل حطب يدفى به، تمام، ولا مثلا نجيب شيء لحاف يتغطى به، لا، جيبوا له فتاة عذراء تدفيه. هذه نصيحة كتاب النصارى المقدس. ده الكتاب المقدس. أنا مش عارف هذا اسمه الكتاب المقدس ولا اسم ثاني. أهو. لو قال لك تكون له حاضنة، طيب راجل كبير هذا وتفتشوا له على عذراء؟ طب فتشوا للشباب، ايش علاقتكم؟ ما علاقتكم بالرجل الكبير هذا؟ هذه من النصائح الذكية والنقية والرائعة الذي يعني ينصح بها كتاب النصارى. المهم، مش هذه القصة اللي قلت لكم إن هي يعني تنسب إلى داود. قصة ثانية برضو في سفر آخر، سفر صموئيل، أن داود الملك كان ملكا طبعا، كان يقف على سطح قصره فرأى امرأة تستحم. هذه قصة مذكورة في كتاب النصارى عن سيدنا داود عليه السلام وكتاب اليهود أيضا. فرأى امرأة تستحم، ما فيش طبعا غض بصر وأعوذ بالله، لا لا لا، يبدو أنه وفقا للقصة صار ينظر إليها وهي تستحم، فدعا جنوده وقال لهم: امرأة من هذه؟ قالوا له: هذه بتشبع، امرأة أوريا الحثي. يعني هذه المرأة متزوجة. طيب من أوريا الحثي هذا؟ أوريا الحثي هذا أحد قادة الجند عند داود عليه السلام وفقا لكتاب النصارى، ولم يكن قائدا عاديا، بل كان قائدا مميزا جدا في عند جندي داود. لكن وفقا للقصة داود فتن بهذه المرأة حين رآها تستحم، فأمر أن يأتوا بها، فأتوا بها طبعا، ووفقا لكتاب النصارى فعل ما فعل وزنى بها. حين زنى بها جاءته وقالت له: أنا حبلى. هكذا القصة مذكورة بالتفصيل في كتاب النصارى، أنا ألخصها لكم يعني. قال: جاءت وقالت له: أنا حبلى. طيب هذه مصيبة، أنت متزوجة وكذا. فزوجها اللي هو أوريا الحثي وقته كله في الحروب. في تلك الفترة كانت في حروب بين جيش داود وبين الممالك الأخرى وكذا، فكان هذا أوريا الحثي متفرغا لهذه الحروب، يعني ليس موجودا في بيته. فداود وفقا للقصة خشي إذا عاد أوريا الحثي ووجد امرأته حامل سيشك فيها، كيف حملتي وأنا طول الوقت موجود في الحروب؟ لذلك حاول أنه يسعف نفسه داود،
وفقا للقصة، واستدعى أوريا الحثي وأراد أن يعطيه راحة، عطلة يعني، خلاص اترك الحروب وارجع إلى أهل بيتك عطلة فترة عشان يعني بعدين خلاص ما يشكش في الموضوع. لكن أوريا الحثي كان قائدا مخلصا، يعني بمعنى قال له كيف أترك الجيش يخوض هذه المعارك كلها وأذهب إلى أهل بيتي وأنام مع زوجتي وكذا، لا، رفض العطلة. فداود وفقا للقصة فشلت الخطة الأولى، حاول بخطة أخرى أن يشربه خمرا لعله بهذه الخمر يدخل إلى بيته، يعني خلاص يفقد كذا يدخل إلى بيته، فشرب خمرا وما زال مصرا أوريا الحثي أن يذهب إلى الحروب، يعني حتى خطة الخمر فشلت. استخدم آخر خطة وهي الخطة التي نجحت. الخطة الثالثة، قرر داود وفقا للقصة أن يقتل أوريا الحثي. داود أمر قائد الجند الآخر قال له ضع أوريا الحثي في مقدمة الجيش حين تبدأ المعارك من أجل أن تصل أول ضربة له هو ويقتل. وداود يعلم أن أوريا الحثي رجل مخلص، ولذلك سيتقدم ويحارب. وبالفعل قامت المعركة وقائد الجند وضع أوريا الحثي في مقدمة الجيش، فقتل أوريا الحثي. بعدما قتل امرأته التي حملت من داود وفقا للقصة أنجبت الولد ومات الولد. بعد ذلك داود تزوجها وأنجب منها سليمان عليه السلام. هذه القصة المذكورة في كتاب النصارى، وإلى الله المشتكى، وحاش سيدنا داود عليه السلام نبي الله.